في هذا الفيديو سوف تشاهدون أسماء اللاعبين الستة من التشكيلة القديمة الذين تم استدعاؤهم إلى التشكيلة الجديدة. السلام عليكم مشاهدي قناة كرات القدم حلوة، وأهلا بكم وفي فيديو أخبار جديد، والذي سنتحدث فيه عن آخر أخبار المنتخب اليمني للناشئين. أعلن الجهاز الفني للمنتخب اليمني للناشئين بقيادة المدرب سامر فضل ومساعده علي النونو استدعاء 6 لاعبين من التشكيلة القديمة للمنتخب اليمني للناشئين، وذلك من أجل تدعيم صفوف المنتخب اليمني في بطولة غرب آسيا. واللاعبين الذين تم استدعاؤهم وهم وضاحي أنور وعادل عباس وعبد الرحمن الخضر وأحمد الموشكي ويونس حميد وزيد القراش. وسوف 6 لاعبين إلى معسكر المنتخب اليمني للناشئين الذي سيقام في صنعاء في نهاية الأسبوع الحالي. وسيجمع المعسكر بين ال6 اللاعبين واللاعبين الجدد الذين تم اختيارهم الميداني إلى محافظات اليمن في الأسابيع الماضية. في الختام أعزائي المشاهدين، لا تنسوا دعم الفيديو بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة مع تفعيل